السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. امبارح كانت أول ليلة في التراويح، صلاة القيام. ربنا يعود علينا وعليكم الأيام دايما بخير. جنبي كان بيصلي شاب وزنه أزيد مني بشوية. أول ما ركعت لاحظت إنه لابس شراب دوالي. حسيت إن إيه ده؟ إزاي يكون هيقف طول الفترة الطويلة دي ساعتين علشان نصلي 8 ركعات بجزء، كل ركعة بربع، وفي الآخر يروح وهو رجليه وجعاه جدا وممكن يكون بياخد كمان علاج الدوالي. حسيت اني لازم اجي علشان اقدم الرسالة التانية النهاردة من رسائل صيدلانية رمضانية، ونقول لكم فيها كلمتين مهمين جدا ان شاء الله نربط فيهم العلم بالواقع بالدين. بسهولة شديدة جدا في 5 أمراض على سبيل المثال بيشتركوا في حاجة واحدة هنتكلم عليها كمان شوية. ال5 أمراض دول ممكن ناخدهم كده من تحت لفوق، من أول آلام العقب أو آلام الكعب زي ما بيتقال، 2 خشونة الركبة، 3 آلام المفاصل بصفة عامة وتحديدا آلام الظهر، 4 السياتيكا أو السياتيك نيرف انفلاميشن أو التهاب عرق النسا، وبالمناسبة ما اسموش عرق النسا، اسمه عرق النسا، وأخيرا الدوالي، دوالي القدمين. ببساطة شديدة ال5 دول بيجتمعوا كلهم في اننا بنقول المريض بتاعهم ما تقفش كتير، ما تقفش وانت بتدي محاضرة طويلة، ما تقفش وانت بتدرس، ما تقفش في طابور، ما تقفش بشكل عام. ما ينفعش اقول له النصيحة دي واجي في شهر رمضان اشد على ايده واقول له ايوه صلي التراويح وانت واقف. هنا من باب التخفيف لازم نقول له ارجوك صلي وانت قاعد، اجرك مش هيقل طالما عندك العذر. إن شاء الله ربنا سبحانه وتعالى مش هيقلل أجرك على الإطلاق. ناس كتير أول ما هتشوف الفيديو دلوقتي هتبدأ تقول لي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي ليلا حتى تتورم قدماه، ولما يسألوه الصحابة يقول لهم أفلا أكون عبدا شكورا. في الحالة دي هقول لهم إن في صحيح البخاري بعنوان هذا حبل لزينب، إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل في يوم من الأيام فلقى حبل فسأل لمن هذا الحبل، فقيل له هذا حبل لزينب علشان لما تصلي وتتعب تمسك فيه فتقوم فتكمل صلاة. فراح قايل بالنص لا حلوه فليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد. يعني إيه؟ يعني صلي على قد ما تقدر، ولما ما تقدرش خلاص اقعد كمل صلاتك وانت قاعد على حسب فهم الحديث. ممكن الناس تفهم الحديث على انه خلاص يروح او يهدى شوية وبعد كده يرجع يكمل مرة تانية على حسب، ولكن فليرقد واضحة جدا، فليصلي أحدكم نشاطه. الكلام ده بنقوله ليه؟ علشان كل الناس اللي ممكن تكون بتيجي الصيدلية علشان تطلب علاج ل5 أمراض اللي اتكلمنا عليهم، ولو في غيرهم ممكن يكون بيتأثر بالوقوف، لازم في نفس الوقت برضو نقول لهم النصيحة دي في الآخر أثناء شهر رمضان بالتحديد. ما تقفش في صلاة التراويح، حاول تقعد، سواء عندك آلام في الكعب، سواء عندك آلام في الخشونة في المفاصل مثلا في الركب، أيا كان بقى الحاجات اللي قلنا عليها. ما ينفعش من ناحية أديله حاجة للدوالي زي دافلون وروتا سي أو روتين سي أو فيناتونيك أو واتيفر بقى الأدوية اللي ممكن أديها له، وأوافقه أو أنسى على الأقل إني أقول له ما توقفش في صلاة التراويح. البدايل كتير، ممكن تصلي في مسجد تاني ممكن يكون الصلاة فيه أسرع، ممكن تصلي في البيت وانت قاعد، ممكن تصلي في المسجد وانت قاعد، ممكن تصلي بأي شكل ممكن وانت قاعد. مش هقولك ما تصليش، صلاة القيام سنة مؤكدة، وجمعها نفسه أو كونها أصبحت في جماعة كان بعد ما النبي عليه الصلاة والسلام توفي. ولكن اللي يهمني دلوقتي هو إنك تحاول قدر الإمكان إنك توصل لمريضك إن ما ينفعش من ناحية إنه يؤذي نفسه بصلاة التراويح أو الوقوف في صلاة التراويح تحديدا عشان نكون دقيقين في كلامنا، ومن ناحية تانية ياخد دواء، ومن ناحية تانية هو تاني يوم لما يروح المدرسة وهو صايم يقعد وما يشرحش علشان بالليل بيقف في صلاة التراويح. المنطق والعقل لا يتعارض مع الدين. حضرتك خد من الدين الأيسر بالنسبة لك، نفذ اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرك بيه، وتعالى الصبح نفذ المطلوب منك علشان تعمر في الأرض. هو الكلام ده صيدلة؟ والله العظيم صيدلة.
طالما جالك في الصيدلية وسألك على علاج حاجة من الخمسة دول واللي ليهم علاقة بالوقوف في صلاة التراويح أو في صلاة القيام، لازم توصل له الكلام ده. إن شاء الله دايما هنكون متواصلين معاكم بإذن الله على الفيسبوك وعلى اليوتيوب عشان نتناقش بخصوص الرسالة الصيدلانية الرمضانية دي، وانتظروا معنا رسالتنا القادمة بإذن الله بعد يومين 3 خلال شهر رمضان برضو بخصوص حاجة ليها علاقة بشهر رمضان والصيدلة والدين والواقع بإذن الله. بحبكم جدا في الله، ألقاكم دايما على خير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. نتقابل على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.